السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة وصفة أمل قنطري. في هذا الفيديو هذا غنشوفوا واحد الوصفة اللي كتجي لذيذة بزاف بزاف وسهلة. قدمت لكم على القناة عدة طرق مختلفة لتحضير فلان أو الكريم كراميل. طرق بزاف عملت لكم على القناة وكلها جربتوها وشفتوها أنها ناجحة. وفي هذا الفيديو هذا وصفة غزالة كيف قلت لكم، سهلة جدا بلا فران. مكونات اللي فيها كاملين لذاذين. فلان بمذاق اخر مختلف، كيجي غزال بزاف ولذيذ، قوام كريمي، سهل التحضير وسريع كذلك. فنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. ما نطولش عليكم، نخليكم تعرفوا على المقادير والطريقه، فرجه ممتعه. الكراميل يعني نحتاج له كوب ديال السكر، كاس كبير ديال السكر وشويه ديال الماء. في كاسرونه نعمل هذا السكر، غنضيف له شويه ديال الماء كيف كتشوفوا هنا. عندي كاس صغير ديال الماء، هي نص كاس ديال العنبه ولكن انا نعمل غير ربع. صافي بحال هيدا، وغنعملو على نار مهيله. عملت هنا السكر اللي مع الماء على نار مهيله. دابا غيبدا يذوب هذا السكر هذا. بمجرد ما كنخلط ديك السكر اللي كيكون باقي على الوجه، ما تقاسش بالماء وما بقاش كيذوب، صافي من بعد ما كنوليش نحركهم حتى كنحصل على سيرو كيكون بياض، يعني ديك الحبيبات ديال السكر ما كيبقاوش ظاهرين. كيرجع من بعد كيرجع بحال هيدا، غير خليوه ما تحركوهش. شويه شويه تشوفوا بدا من الجناب بدا كيتكرمل. اذا شفتوا من الجناب راه هو بدا كيتكرمل. دابا كنعلي عليه النار شويه. ملي تشوفوا اللون ديالو رجع بحال هيدا، دابا عاد كنحركو باش يذوب الاخر حتى هو، وكنقص النار. ودائما في الكراميل عملوا مغرفه تكون ديال الخشب. صافي، وكنخليه هيدا يغلى حتى كيذوب السكر مزيان. من بعد ما كيوجد الكراميل دابا نعملو في القالب. دابا غنخلي هذا القالب على جنب وغندوزو نشوفوا المقادير. عندي في المقادير نصف لتر ديال الكريمه سائله حلوه اللي كنعملوا هاد الحلويات. انا دائما كنستعمل، حيت بزاف كتسقسيوني اين ماركه كتستعمل، انا دائما كنستعمل هولالا. عندي نص يطرو ديال الحليب، معلقه صغيره ديال فانيليا سائله، من الاحسن تكون سائله فيها المذاق احسن من السكر، ولكن اذا ما كانتش متوفره عملوا السكر فاني. عندي 3 الحبات متوسطين ديال الافوكا، وغنحتاج كذلك عندي هاد فلان كريم كراميل، بودره ديال الكريم كراميل. اذا ما كانش متوفر عندكم هاد فلان هذا، هذا الثمن ديالو كيدير من 9 حتى 10 ديال الدرهم، كتصيبوه في المحلات اللي كيبيعوا السلعه ديال اسبانيا. اذا ما كانش متوفر هذا تعملوا 4 ديال فلان العادي ديال درهم 4. في الاول غناخذ هاد افوكا مقشره، غنزولها زعما من القشره ديالها. دابا غنضيف على هاد الافوكا غنضيف عليه الحليب وغنطحنها. منين طحنتها دابا غنضيف الكريمه. منين خلطت الكريمه والحليب اللي طحنت مع الافوكا، دابا غنضيف الفاني سائله، وغنضيف هاد باودر ديال فلان. غنعملها غير هي، الكراميل اللي كيكون معاها ما غنستعملوش. ودابا غنخلط هادشي هذا كامل مزيان.
ودابا من عملته بعد ما على النار كنطيبوه مع التحريك على لمده النار ديال 8 على ديال نار مهيله مع الدقائق التحريك حتى لمده يسخن ديال مزيان. 8 دقائق. المهم كنشوفوه بدا كيسخن. صافي دابا غنضيفوه على الكراميل اللي عملت في الاول وغنخليه يبرد ويتماسك على الاقل خليوه 2 ساعات. هو دغيا كيبرد وكيتماسك، ولكن من الاحسن باش منين تقطعوه يتقطع لكم كيف شفتوا عندي انا، كيف عاد تشوفوا في اخر الفيديو قصدي. فكيف قلت لكم غنخليوه دابا يبرد ونتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غنقدموه. وهذا فلان من بعد ما كيبرد غنعملو دابا في طبق ديال التقديم، غنقلبوه كيزول بسهوله جدا جدا. بالنسبه للتزيين انا غنعمل له شويه ديال الزبيب من فوق، وغنعمل له حبيبات الشوكولا هادو اللي كيكونوا مقرمشين من داخل. تقدروا تعملوا اي حاجه متوفره عندكم، تقدروا تعملوا جميع انواع المكسرات غير اللي ما تكونش مالحه. تعملوا كذلك الكريم، كريم فريش او شونتي، تطلعوه وتزوقوه من فوق. تقدروا تزينوه بالقطع ديال الافوكا، انا ما بقات لي شي عليها ما عملتهاش. وتقدروا كذلك تقدموه كيف ما هو بلا ما يحتاج للتزيين. وهذا هو الشكل النهائي. فلان كيجي متماسك. نتوما كتشوفوا كيف كنقطعوه هنايا كيجيو القطع متماسكه، وفي نفس الوقت كيجي كريمي ورطب بزاف. راه ما كيجيش قاصح، كيجي غزال لذيذ وفلان مغاير على فلان اللي كنعملو دائما. وكيف قلت لكم في اول فيديو عندي على القناه مجموعه طرق لتحضير الكريم كراميل. كاين اللي عندي بالبيض، اللي معدل بالفواكه، اللي معدل بالشوكولا، اللي معدل في الفران، اللي بلا فران. اللي بغيتو عاد تصايبوه عندي. كذلك عندي حتى اللي في الطنجره ديال الضغط، عندي اللي في الكسكاس اللي كيطيب في 5 دقائق كاملين. عاد تصيبوهم على القناه. فنتمنى حتى الوصفه ديال اليوم تجربوها وتقولوا لي الراي ديالكم فيها، وتسردوا لي صور التطبيقات ديالكم. قبل ما تخرجوا خليوا اكبر عدد من اللايكات على الفيديو، كذلك التعليق ديالكم، واشتركوا في القناه اذا كنت لاول مره كتزوروا القناه ديالي، وفعلوا الجرس وضغطوا على التوصل بالكل باش توصلوا بكل جديد. الى وصفة الغد ان شاء الله.